أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعين الكرام. سمر تزوجت من رجل مطوع كان عايش في السعودية. كان سمر بنت حلوة عايشة في السعودية، زوجة يمني مطوع زي ما قلت لكم. وبعد ما تزوجت ب5 أشهر كان يجي لها تهديد من رجل يقول لها إذا ما تواصلتيش معي عبر الوسائل التواصل الاجتماعي سوف أعمل لك فضيحة. يتصل بها 5 مرات 6 مرات باليوم ويقول لها بنشر وخليكي فضيحتك بجلاجل، وكمان بحكي لزوجي المطوع عنك تعرفيني وانك تعرفيني قبل الزواج واذا ما عملتي لي الصور وكلمتيني فيديو برسل صوره لك. برسل هذا مطوع وما يرحم، واللي مطوع ما يرحم امه بقطعك وصال ويحطك في اكياس الزبال. ويقول كمان بنشر صورك بكل مواقع التواصل الاجتماعي. وسمر تشتي ستات البنت محترمة، بس هذا نذل عمار. قال سمر يا عمار أنا صرت متزوجة، فكني من شرك رجاء الله يرحم والديك، أنا متزوجة استرني الله يسترك، أنا عرفتك بس أنت ما رضيت تتزوجني. وجالي هذا الموضوع أنا وافقت عليه. يبيني الله يعطيك العافية. يقول عمار مستحيل أسيبك، أنت صورك عندي. وكل يوم يهددها، وكل يوم وفي اليوم الثاني يروح وقت دوام الزوج ويحط لها أمام باب البيت ذاكرة ويتصل لها يقول لها خذي الذاكرة، ولو ما تكلمتي معي بحط الذاكرة نفسها في سيارة زوجك. أخذ سمر الذاكرة وفيها فضائح مكالمة فيديو مسجل كل شيء عنها. يا لطيف لطفك. البنت سمر بعد ما شافت الذاكرة تجننت واتصلت علي. يا عمار قالوا بفعل لك اللي تبغاه، ايش رايك تكون تجي عندي البيت لما يكون زوجي في الدوام وتخرج من عندي قبل ما يرجع من الدوام. عمار طار من فرحة قال اوكي يا حبيبتي سمر، خلاص بكرة تجي عندي البيت الساعة لما تشوف زوجي خرج من الدوام. قال عمر اجي صدق؟ قالت سمر ايه يا حبيبي اصلا انا احبك، بس يا عم لما تشوف زوجي خرج تعال. فعلا اليوم الثاني ويروح عمار يراقب زوج سمر لما خرج من البيت، ويروح يدق تفتح الباب سمر وتقول له اهلا وسهلا فيك يا حبيبي ادخل بسرعة لا يشوفك احد. يدخل عمار قالت له ادخل الصالة. وادخل الصالة ويقعد فوق الكنبة ويغني أغنية خالد عبد الرحمن يا عذابي في قربك عذابي وفي بعدك عذابي، ويغني وهو منسجم. وعمار تدخل لغرفة النوم وتخرج. تدخل سمر إلى غرفة النوم وتخرج معها بندق إيطالي، بندق صيد. وتدخل زي ما قلت لك من الغرفة وتاخذ هذا البندق وتقوم بندق صيد حق زوجها، وتقوم سمر من القهر وبعد ترمي عمار من الخلف في رأس عمار مباشرة. المسافة الصفر ضيعت ملامح عمار. المهم تخلصت منه وتبلغ زوجها باللي صار. وزوجها على طول أنا عملت كذا وكذا، وزوجها يبلغ الشرطة، ثم حضروا رجال الأمن والمحققين وتحريات ومكان الحادث وأخذوا الجثة. وتم القبض على سمر وزوجها حسين وأخذهم إلى دائرة الأمن. تم التحقيق معهم كل واحد عن انفراد التحقيق مع حسين الزوج. وبعد المحقق الزوج بحسين من اللي قتل عمار. يا حسين أنا قتلته. المحقق يقول ليش تقتله؟ إيش الدوافع؟ قال حسين والله هذا تهجم على بيتي وأنا قتلته. ويروح المحقق لعند سمر يبدأ الزوج من اللي قتل عمار؟ تقول سمر أنا قتلت عمار. محققين محتار من اللي قتل عمار، أنت أو زوجك؟ رحنا نستجيب زوج قال إنه أنت تقولي أنت. مين اللي قتل عمار؟ قال سمر والله والدليل. وراحوا شافوا بالصمت على البندق ويروحون يفحصون السلاح واخذوا البصمه واكتشفوا فعلا ان بصمه السمر. وطلع حسين ما له اي ذنب. الرجال كان يبغى يشيل التهمه عن زوجته. طيب مطوع يروحون ويفرحون عن حسين زوج سمر. ورجع المحققين يحققون عن دوافع الجريمة. يا سمر إيش السبب في ارتكاب الجريمة؟ قال سمر عمار هذا كان لي علاقة معه قبل الزواج، على قرصة له صوري مرة وكلمته إيمو مرتين وسناب وكذا وكذا. الزوج بكذا شهر، وزوجت بكذا شهر يهددني بصوري، ولما عرفني الزواج يهددني كل يوم، يتصل لي كل يوم، يجي نص الليل عند البيت يبغى يدخل عند البيت. لما شاف زوجي متى يخرج من البيت يجي يشتي يدخل عندي من الشباك أو طاقة المطبخ يقول لي إذا ما خليتيني أشوفك وأدخل عندك البيت بروح أفضحك. ويروح ويعطي زوجك. وأنا حاولت بدل مرة 1000 مرة وترجيته يتركني بحالي، لكن عمار مصمم. آخر مرة هددني إنه بيقتحم بيتي في أي لحظة. وفي الآخر صراحة استدرجته وقلت له تعال عندي وكذا وكذا. دخلت الصالة وخليته يجلس، دخلت غرفة النوم وجبت سلاح زوجي وطلقت عليه نار ومات زوجي. وبلغت زوجي، وحتى زوجي ما يدري عن القصة بزاز عمار لي وتهديده لي. والموضوع هذا انتشر بشكل كبير وتم حبس سمر وحكموا عليها بالسجن 20 سنة. والبنت راحت في 60 داهية بعد 6 أشهر تقريبا من زواجها. طلقها وخلال زيارة أمير منطقة الدمام إلى السجن. سمر قالت قصتها الأمير السعودي ولما ذهب إلى عائلة
زعلت. هذا الولد عمال يقول لهم اعتبروني بنتكم سمر، ولو أحد حاول ابتزها هكذا وكذا. المهم الأمير السعودي بعد جهد تنازلوا عن القصة وتنازلوا عن القضية، وتم إفراج عن سمر، وزوجها طلقها من كلام الناس ورجعت تعيش عند أمها سمر. والأمير السعودي أعطى سمر 1,000,000 ريال سعودي بارك الله فيه. وزوجها الأول ما قصر معها، وقف معها إلى ما خرجت من السجن، بس طلقها لأنه يشتي ينسى الماضي ويعيش من جديد. وسمر رجعت تعيش تعيش من جديد. ولكم بجد تريدونكم القصة، اشتركوا في القناة وسووا إعجاب. تحياتي لكم.